السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزين نعمل مع بعض حاجه اقتصاديه. انتوا عارفين الغلا اللي احنا فيه، والاسعار عادت غاليه جدا، فعايزين ما نرميش اي حاجه. فعايزين نستفيد باي بواقي اكل عندنا كده في التلاجة. اي حاجه ما نرميهاش ونستفيد منها. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل حاجه بسيطه كده وسهله، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود ولا تكاليف كمان. يعني بواقي حاجات عندك كده في التلاجة هنعمل بيها الاكله بتاعتنا دي فطيره كده حلوه وسهله وبسيطه. يلا بينا نشوف بقى المقادير اللي عندنا ونشوف بنعمل ايه. اول حاجه انا هنا معايا لفه جلاش. اي لفه جلاش تكون متكسره عندك، شويه جلاش كده باقيين كل مره تعينيهم هتستخدميهم. معايا هنا كان عندي بواقي لحمه متعصجه في الفريزر، طلعتها متعصجه جاهزه. ومعايا هنا لانشون، ده كان برضو باقي عندي. ومعايا عندي بيضايه، شويه جبنه موتزاريلا دول اللي كانوا عندي. وعندي كوبايه من اللبن وعلبه زبادي وربع كوبايه زيت او زيت على سمنه وملح وفلفل. شوفوا اقل حاجه وهنعمل حاجه حلوه. يلا بينا نشوف بقى عملنا بالمقادير دي او المكونات دي عملنا ايه. اول حاجه هنجيب هنا لفه الجلاش بتاعتنا. بصوا هي كانت متبهدله شويه كده، فخلاص انا هجيبها بقى اقطعها كده. هنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبرضو لو عندك جلاش متكسر وعيناه في الفريزر هينفع حلو قوي للاكله دي. ما ترميش حاجه، دلوقتي انتوا عارفين الاسعار غاليه جدا، فما عدناش عايزين نرمي اي حاجه وعايزين نوفر. ممكن كمان نعملها ايام رمضان على الفطار كده، صنفي على الفطار حلوه جدا. بصوا بقى انا هنا قطعتها كلها اهو. هفكها كده، هفك كل الشرايط دي عن بعضها كده، مش عايزاهم يبقوا لازقين في بعض. هجيب بوله واحط فيها الجلاش بتاعنا اهو. الجلاش ده كان عندي في الفريزر وكان خلاص لسه قدامه شهر او اتنين كده وصلاحيته تنتهي، فقلت لا استفيد بيه. بصوا انا بفكه هنا عن بعضه عشان مش عايزاه يبقى كله لازق في بعضه. خلاص جربوها معايا وان شاء الله الاكله دي تعجبكم. وبصوا ممكن تحطوا اي حشو. يعني انا اللحمه المتعصجه دي كانت عندي، كنت عاملاها في يوم، عامله في يوم بيتزا وده باقي عندي فعينتها في الفريزر. وبرده الجبنه الموتزاريلا دي باقي عندي. فانتوا اي حاجه تعينوها في الفريزر كده ممكن تجيبوا وتقسموا، يعني اي شويه لو شويه صغيرين على شويه صغيرين كل مره هتلموا شويه حلوين وتعملوا بيها. خلاص كده انا هجيب بقى هنعمل التشريبه بتاعه الجلاش بتاعتنا. اول حاجه معايا بيض، ومعايا هنا ملح وفلفل اسود، رشه من الملح وفلفل الاسود. وهقول لكم كمان الغلطه اللي انا وقعت فيها عشان انتوا تتفادوها. بصوا انا معايا هنا بقى الزبادي. انا بقى كنت مطلعه الزبادي من التلاجة والبيض من التلاجة واللبن برضو من التلاجة. فانا كنت حطيت ربع كوبايه سمنه على زيت. فالسمنه طبعا انا سيحتها. فبعدين الصوص بتاعنا هنا كل حاجه بقى فيه ساقعه. انا المفروض بقى هنضرب ده كله مع بعضه اهو. البيض مع الزبادي، انا كده حطيت الزبادي. علبه الزبادي دي 105 جرام. لو عندكم ازيد شويه اللي هي 170 ممكن تحطوها. عندكم 105 دي حطوها، دي اللي كانت متوفره عندي والله فحطيتها. خلاص انا هنا ضربتهم كويس مع بعض. هو المفروض التشريبه بتاعتنا دي ما تخرجش خالص، بس تعالوا هوريكم انا حصل معايا ايه. انا قلبتها كويس كده مع بعض ولغايه دلوقتي كده تمام، مفيش اي تخريز ومفيش اي حاجه. دلوقتي بقى انا نزلت بالزيت والسمنه اللي هو ربع كوبايه. فزي ما انا قلت لكم السمنه بتاعتي انا كنت مسيحاها وكل المكونات اللي انا مطلعاها كانت ساقعه، فبدات السمنه بتاعتي تخرز مني تجمد تاني لان المكونات اللي انا كنت حطاها كانت ساقعه. فانتوا يستحسن اعملوا ربع كوبايه من الزيت بس، او لو هتحطوا سمنه يبقى كل المكونات بتاعتكم دافيه طالعه من التلاجة قبلها بفتره. يعني كله يبقى في درجه حراره الغرفه عشان السمنه ما تعملش معاكم زي ما عملت معايا. بس عادي ما حصلش حاجه لان انا لو حطيتها في الفرن السمنه ساحت تاني. بصوا اهي خرزت معايا. حطيت اللبن كان ساقع فزود ان هي خرزت زياده والمفروض هي ما تخرجش. انا كمان بعد ما عملت معايا كده ضربتها في الخلاط. انتوا ما تضربوش في الخلاط ولا حاجه، لا هي لما خرزت معايا انا ضربتها في الخلاط.
انا قلبتهم بقى كويس مع بعض، ودهنت صينيه مقاس 26 بالزيت. غلفتها كويس جدا بالزيت، يبقى اهم حاجه برضو الصينيه تكون متغلفه بالزيت. وفي الوقت ده نشغل برضو الفرن على درجه حراره 200 عشان يبقى الفرن سخن. وبدات انزل بقى بالجلاش بتاعنا. هنا بقى صوص التشريبه بتاعنا لما خرز معايا كده، انا برضو عشان افك تخريزه السمنه بتاعته ضربتها شويه في الخلاط. بس انتوا يستحسن زي ما انا قلت لكم، لا اما تحطوا الربع كوبايه من الزيت بس، لا اما تحطوا كل حاجه في درجه حراره المطبخ. يفضل ان انتوا تحطوا زيت وخلاص. تمام. انا هنا بقى حطيت نص كميه الجلاش في ارضيه الصينيه اهو. وانا بقى ايه بفرقه كده عن بعضه، بظبطه بس علشان الحشوه ما تنزلش تحت. بظبط الجلاش يملى كل الصينيه، وبضغط عليه كده بسيط اهو. وزي ما قلت لكم الصينيه مدهونه زيت ومغلفاها كويس جدا بالزيت عشان اعرف اطلع الجلاش بتاعنا براحتنا بعد ما يستوي. خلاص تمام. هبتدي بقى انزل عليه. انا لسه هنا بظبط. هبتدي احط بقى من التشريبه بتاعتنا دي اهي، اللي هي عباره عن ربع كوبايه من الزيت، ومعاها علبه من الزبادي، ومعاها بيضايه، ومعايا كوبايه من اللبن، وملح وفلفل اسود. هحط بقى هنغطيها كده بسيط يعني اهو. وهسويها كده، هحاول اسوي التشريبه بتاعتنا على الجلاش عشان ان هو الجلاش يشرب منها كلها يعني. انا هحط شويه من المقدار، مش هحط المقدار كله لان المقدار لسه هحطه على وش الجلاش من فوق الطبقه التانية اهو. وما تضغطوش برضو، تضغطوا حاولوا تضغطوا عليه كده بالراحه، ما تضغطوش قوي. بصوا اهي كده حلو قوي. هبتدي بقى احط اللحمه المفرومه بتاعتي. اللحمه دي انا معصجاها، حطيت شويه من الزيت ونزلت عليها باللحمه لغايه ما لونها اتغير. وبعدين حطيت كميه من البصل يعني. شوفوا بقى انتوا جايبين على قد ايه، ممكن لو ربع كيلو حطوا بصلتين كبار كده عشان يكتر معاكم برضو الكميه. وبعدين حطيت عليها كمان فلفل اخضر، انتوا عندكم اي فلفل الوان برضو حطوا عشان برضو يكتر معاكم الكميه. انتوا عارفين الدنيا عادت دلوقتي غاليه جدا. وبعدين انا كنت عاملاها للبيتزا، فكنت مكتره البصل والفلفل الاخضر عشان تعمل معايا كميه حلوه من اللحمه المفرومه. وحطيت عليها ملح وفلفل اسود ورشه من السبع بهارات، وسبتها لغايه ما استوت كده مع بعضها مع الفلفل والبصل. وخلاص بقى طعمها حلو جدا. ادي اللحمه بتاعتي. اللحمه ما كانتش كميه كبيره، فعشان كده انا كان عندي لانشون فقلت اقطعه كمان معاها. انا قطعت اللانشون كده قطع صغيره وحطيته عليها، والله كان طعمها حلو جدا. ممكن انتوا بقى تحطوا بطاطس يعني حشوة بطاطس، ممكن تحطوا لانشون مع بصل اخضر مع فلفل اخضر او فلفل الوان، زيتون اسود، زيتون اخضر، اي انواع جبن بتحبوها، بسطرمه، سوسيس، سجق، اي حاجه عندكم بس تكون مستويه. شاورما فراخ، شاورما لحمه. لو عندكم حطيت هنا جبنه موتزاريلا اهي. لا رشه بسيطه برضو من الجبنه الموتزاريلا لان دول برضو والله هم اللي كانوا باقيين عندي في الفريزر. فانتوا برضو يعني ايه حاولوا تمشوا اموركم باللي موجود عندكم. فانا دلوقتي حطيت الطبقه التانية من الجلاش اهو. برضو انا هسويها كده برضو عشان تغطي اللحمه وكده وما يبانش منها حاجه، بس في نفس الوقت ما تضغطوش قوي عشان لما نحط التشريبه بتاعتنا تنزل تحت والجلاش يشربها، ما تبقاش مكتومه كده. فانا بقول لكم اي حشوه ممكن تعملوا بطاطس مهروسه وتحطوا عليها اللي هو البهارات بتاعت كنور بتاعت البطاطس، تحطوا معاها بصل اخضر، تحطوا معاها زيتون. يعني بصوا الحاجات دي ترجع لكم، اي حشوه عندكم ممكن انتوا تحطوها، فلفل اخضر، جبن، اللي متوفر عندكم واللي موجود عندكم. ما توقفوش نفسكم على اي حاجه، وربنا يعديها معانا على خير الفتره دي يا رب. بصوا اهو انا بدأت هنا افرد الجلاش بتاعي، وبرضو ما تضغطوش جامد عشان لما نحط عليه التشريبه بتاعتنا الجلاش يشربه.
دلوقتي انا مشغله الفرن، انا قلت لكم ان انا مشغلاه على درجه حراره 200، الفرن يكون سخن. ونحط الصينيه دي على الرف اللي في النص. دلوقتي انا هحط صوص التشريبه بتاعنا. هو المفروض ان هو يبقى مغطي الجلاش، بس انا زي ما قلت لكم هو خرز معايا هنا اهو. هو المفروض ما يخرجش كده خالص، بس كل ده لما حطيناه في الفرن السمنه بتاعتنا ساحت عادي ومفيش اي مشكله. بس انا قلت اسيبه كده زي ما هو واعرفكم واقول لكم الغلطه اللي انا وقعت فيها عشان انتوا ما تقعوش فيها. فما حبيتش ان انا امسح الفيديو او اعمل فيه حاجه، لا انا حبيت اوريكم كل حاجه على الطبيعه اهو. بصوا انا هسوي بقى هنا التشريبه بتاعتنا كده على الجلاش، عشان انا عايزه اغطي الجلاش بالتشريبه بتاعتنا كلها. خلاص كده انا هدخلها بقى رف اوسط على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، وارجع لكم تاني قبل ما تاخد بس كده تشرب التشريبه بتاعتنا دي. هطلعها بعد ربع ساعه تكون شربت التشريبه بتاعتنا. احط باقي الجبنه الموتزاريلا على الوش اهو. انا كده حطيتها اهو في اوسط لمده ربع ساعه. بصوا بقت شكلها كده وشربت التشريبه بتاعتنا، وبصوا ما عادش اي حاجه باينه من التخريز ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم السمنه ساحت. انا حطيت هنا بقى باقي الجبنه الموتزاريلا، ممكن تحطوا جبنه رومي، ممكن تحطوا شيدر. بصوا اي حاجه عندكم حطوها، ما توقفوش زي ما قلت لكم على حاجه. انا كده حطيت باقي الجبنه الموتزاريلا. عايزينها تمط معاكم زودوا بقى الجبنه الموتزاريلا، بس انا ما كانش عندي غير دول. هكملها بقى في الفرن لمده ربع ساعه كمان هنا. وشغلت عليها الشوايه بعد ما طلعت اهو، وبقطعها معاكم اهو. شوفوا الزيت لما حطيته في الصينيه طلع معانا حلوه جدا. طلعتها من الصينيه، ممكن تقطعوها في الصينيه مفيش مشكله. بصوا اللي انتوا حابينه اعملوه، يعني ما تقفوش على حاجه ولو مش موجود عندكم اي مكونات لا ما تقفوش، لا بالعكس اعملوا كل حاجه. ممكن انتوا مثلا هتعملوا النهارده مكرونه بشاميل حاجه، زودوا شويه في اللحمه، زودوا بقى في كميه البصل، زودوا في عشان اللحمه تزيد معاكم، وشيلوا شويه على جنب. كل مره في مره كده هتلاقوا الدنيا ظبطت معاكم ان شاء الله. بصوا اهي انا شغلت عليها الشوايه زي ما انا قلت لكم عشان تاخد لون، بس برضو تراقبيها لان الجلاش بيستوي يعني بياخد لون على طول. بصوا اهو طعمها حلو جدا، جربيها هتعجبكم، تنفع صنف كمان في الفطار في رمضان. بصوا الحشوه بتاعتها عامله ازاي من جوه، طعمها حلو جدا، خفيفه مش تقيله. بتمنى ان انتوا تجربوها اهي، وانا قدمتها هنا. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير